انا خلاص مش قادر اركز خالص اكتر من كده. ليه؟ انت بالك قد ايه بتذاكر؟ 3 ساعات. طب ما هو طبيعي يا ابني ان انت ما تعرفش تركز. ليه يعني؟ يا ابني المخ اخره نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير عشان تعرف تركز. هتزود عن كده مخك هيسرح وهتتشتت وهتبقى مش عارف تركز ولا تفهم اي حاجة من اللي انت بتقراه او بتذاكره. امال بقى لو عندي مذاكرة كتير اعمل ايه؟ الحل انك تطبق تقنية برومودورو تكنيك. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه التكنيك ده؟ بص يا ابني، الموضوع ببساطة، يا برومودورو ده أصلا هي اسمها برومودورو، يعني برومودورو بالإيطالي يعني طماطم. لأن العالم اللي هو اكتشف الفكرة دي، أو يعني مش اكتشاف، يعني اللي هو اقترح الاستراتيجية دي، جاله الإلهام من منبه عنده كان شكل المنبه ده شبه الطماطماية كده. هو الاستراتيجية بسهولة أو ببساطة بتقول إن أنت لما تيجي تذاكر أي حاجة تقسمها على مراحل. أول مرحلة ما تزيدش عن 25 دقيقة أو نص ساعة، وتدي لنفسك بعد كده من 5 دقايق ل10 دقايق بريك. بعد كده ترجع تاني من تلت ساعة لنص ساعة، وبعدين برضو من 5 دقايق ل10 دقايق بريك، وهكذا لحد ما تكمل 4 فترات. بعد ما تكون كملت ال4 فترات دي المفروض انك يعني هتبقى تقريبا كده ذاكرت حوالي ساعتين. افرض بقى انك عايز تزود عن الساعتين دول، هتعمل ايه؟ تاخد بقى بريك طويل شوية، ممكن نص ساعة، وبعدين تعيد تاني من الأول، من 25 دقيقة مذاكرة 5 دقايق بريك، 25 دقيقة مذاكرة 5 دقايق بريك، وهكذا. بالتالي مهما يكون عندك كم كبير، لو قسمته بالطريقه دي هتقدر مستوعب كل جزء منهم كويس جدا، وفي الاخر هتلاقي نفسك مركز وفاهم اللي انت بتقراه ومذاكره، وهتبقى مستوعبه بشكل كبير جدا. ماشي، طيب اجرب كده.